بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض الجاتوه الاقتصادي. لو نفسك في جاتوه والمصاريف على قد الإيد، خليكي معايا. هتعملي جاتوه اقتصادي النهاردة، وصفة سهلة. ويلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا بولة فيها 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هنحط عليهم 3 بواكي فانيليا. وهنضربهم ضرب مبرح لحد ما يتغير اللون بتاعهم، يبقى للون الأبيض كده. تمام، واصبح اللون أبيض كده زي ما انتوا شايفين وتقل معانا. هنيجي بعد كده نجيب 3/4 كوباية سكر، ونبتدي ننزل واحدة واحدة ونضرب، وما ننزلش كله مرة واحدة عشان الهواء اللي دخل في البيض، لحد ما نخلص 3/4 كوباية السكر اللي معانا. كده خلصنا السكر بتاعنا، وهنبتدي نضرب شوية فيه. بعد كده هنجيب الدقيق بتاعنا، 3/4 كوباية دقيق. هنحط لهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنحط لهم معلقة نشا. النشا بتخليه طعمه لذيذ وناعم كده الجاتوه بتاعنا. هنجيب منخل بتاعنا او مصفى سلك، ونبتدي ننخل مع التقليب في اتجاه واحد دائري، واحنا بننخل. وما نحطش الدقيق مرة واحدة عشان برضو الهواء اللي دخل ما يروحش. اهو زي كده نقلب. طبعا انا مسرع الفيديو، المفروض هو ايه بيكون فيديو التقليب بسيط، ما بيكونش بالسرعة اللي انتوا شايفينها دي. ونبتدي بالطريقة دي لحد ما نخلص كل الدقيق بتاعنا. كده خلصنا الدقيق. هنبتدي ننخل اخر شوية، ونبتدي بعد كده نقلب زي ما قلنا، حركة دائرية من تحت لفوق عشان الهواء ما يطلعش مننا او ما يروحش الهواء اللي احنا ضربناه في البولة. بعد كده بنجيب الصاج بتاعنا، بندهنه دهن زيت بسيطة، ونحط له ورق الزبدة عشان يطلع معانا بكل سهولة. طبقة الصينية دي 30 في 30. بنحط ورق الزبدة بالطريقة دي، وبننزله لتحت كده يساويه، ونشيل الزيادات بتاعتنا. الزيادات اللي بتكون بنشيلها بعد ما ما نصبع الورق من داخل الصاج. وكده ظبطناه وشلنا الزوايد بتاعتها. هنجيب بقى بعد كده العجينة بتاعتنا بتاعت الكيكة، ونفردها في الصينية، ونخليها بسمك متساوي، وننزل الباقي من البولة، ونفردها في الصينية كلها، بحيث ما تبقاش في حتة عالية وحتة واطية. الكل يبقى في سوا واحد بالطريقة دي. وندخله في فرن، يعني حوالي 180 درجة في حدود تلت ساعة. ما تزوديش عن كده، وهيطلع معانا بالمنظر ده. او شايفين ابيض ازاي؟ هنجيب صينية بقى ونقلب الصاج بتاعنا عليه بعد ما يستوي. وهي طلعت معانا الصاج كده من تحت. هنرجعه بقى تاني على، شايفين طري ازاي؟
كده رجعناه تاني على الصاج، وهنقسمه ل3، كل جزء 10 سنتي. بعد كده بنعمل الكريمة بتاعتنا. عندنا كوباية فيها تلج كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط لها 3 معالق سكر، ونبتدي نضرب بالمضرب لحد ما ندوب السكر بتاعنا. وطبعا الكريمة هتشوفوها دلوقتي في منتهى الحلاوة، كريمة جامدة وما بتسحش، مع اننا احنا في الصيف، ومع ذلك يعني ما بتسحش وبتفضل جامدة لتاني يوم. بعد كده بتجيب كوبايتين كريم شانتيه ونحطهم ونبتدي نضرب. هتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي. بنضرب واحدة واحدة لحد ما الكمية كلها تنزل، وبعد كده نزود السرعة. كريمة متماسكة واخر حلاوة. كريم بنجيب كريم شانتيه خام، ما بنجيبش اللي بالسكر، بنجيبه خام بيكون افضل واحسن، ولازم نعمله بمية وتلج. شايفين اهو ما بينزلش من المضرب. هنشيله بالمعلقة وبعد كده نضرب شوية مرة تانية. لأنه هو خلاص على كده تماسك وبقى جاهز للتزيين. شايفين كريم شانتيه في منتهى الحلاوة، بس لازم يكون كريم شانتيه خام، ولازم يكون بندعكه في مية أو لبن فيه مكعبات تلج. بنيجي بقى على الوقت ونلف كده ونحط الكريمة عليها، وبعد ما نرشها بشوية سيرب أو عسل نحل عشان تطرى معانا شوية الوش، وعشان يمسك معانا الكريم. دهنا كده الوش، وهنجيب الطبقة التانية نحطها عليها وندهن برضو نفس العملية. نجيب الطبقة التالتة نحطها. طبعا اللي باين ده ورق الزبدة، عشان ما تقولوش ايه اللي هو ظاهر تحت، ده ورق الزبدة. بنجيب الطبقة التالتة ونحطها وندهن الطبقة الأخيرة بتاعة الكريم شانتيه. بنجيب في الطبقة الأخيرة دي بعد ما ندهنه بنجيب مية سخنة ونحط السكينة في المية السخنة وندهن عشان الكريم ما نقدر نساوي بيه على كل حتة ويطلع متساوي معانا. شايفين
انا بقالي ربع ساعة اهو شغال، والكريمة مساحتش معانا، والكريمة لسه جامدة واخر حلاوة. فياريت تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم ايه. واهم حاجة في عمل الجاتوه او عمل التورتات هي الكريمة. فلازم تعملي الكريمة صح عشان ما يبصش معاكي الجاتوه او التورتات. لازم يبقى معاكي الكريمة متماسكة وما بتفكش معانا. وكده عملنا الطبقة الأخيرة. هنبتدي نزوقها كده من فوق وندخلها التلاجة، تاخد بتاع ساعتين 3 بالشكل ده. بعد كده بنطلعها من التلاجة ونشيل الزيادات عشان يبقى الجاتو متساوي معانا زي ما انتم شايفين كده. بنبتدي بعد كده نقسمها في حدود 4 سنتي أو 4 وحاجة كده. نقسمها هتطلع معانا 7 قطع. كده طلعت معانا 7 قطع، وكريم وجاتوه سهل وسريع، احسن ما هتروح تشتريه من بره، واقتصادي ومش هيكلفك اي حاجة. فياريت. وطعمه خرافة، طعمه خرافة، مفيش بعد كده. ما تفرقيهش عن الجاهز. لو اي حد شافه عندك مش هيشك ابدا انك انت جايباه عاملاه في بيتك، هيقول لك انت جايباه من بره. في منتهى الحلاوة والطعامة. فاللي وصل معايا لحد هنا ياريت اشتراك وتفعيل زر الجرس ودعوة حلوة منكم، ومشاركة الفيديو لأصحابكم وقرايبكم عشان يدعوا لكم، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، عشان يعني تعليقاتكم دي بتزيدني سرور وتزيدني تحفيز ان انا اعمل لكم حاجات كتيرة. واللي عايز اي وصفة ياريت يقول لي عليها ونعملها لكم بكل ارتياح. والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.